حواليك كل الولاد في كل الدنيا يا بتلعب كورة يا بتتفرج على الكورة. السؤال ده انت صدعتيني، كل شويه تساليني السؤال ده لما اقول لك ابعدي عشان هتفرج على ماتش. الكوره ميزتها كلها في الماتش اللي انت اتفرجتي عليه معايا امبارح ده، ماتش باريس سان جيرمان بطل اوروبا كسبان كل الفرق الكبيره، ريال مدريد وبرشلونه وانتر، كسبان بسكور 4 و5 و4 3 وحاجات كده غريبه، وداخل يلعب نهائي بطوله كاس العالم للانديه قدام تشيلسي، فريق عامل موسم مش احسن حاجه، حتى مش في الاربعه الكبار في الدوري الانجليزي، ومع ذلك يخسر 3-0. حاجه كده شبه الدراما دي في كل ماتش، عشان تعرفي ان الكوره مش مجرد ناس عماله تشوط كوره وخلاص، مش زي ما ناس قالت انها 5 ولا 10% بس تكتيك هو اساس الكوره دلوقتي. يعني فريق زي تشيلسي ده قدر يكسب لانه قدر يوصل بمذاكره لنقطه ضعف بطل اوروبا. الفريق الوحيد اللي لعب على نقطه ضعف باريس سان جيرمان هو تشيلسي، وقدر يمتلك المنطقه اللي في ظهر الباك ليفت بتاعهم طول المباراه. يعني كده تقدري تقولي ان الناحيه الشمال لباريس سان جيرمان هي كانت خريطه الوصول لكاس العالم للانديه بالنسبه لتشيلسي. المدير الفني بتاع تشيلسي عنده بعض العناصر عندهم سرعات قويه جدا، وعنده لعيبه في خط الظهر بيلعبوا الكرات الطويله بشكل ممتاز جدا ودقيق جدا، بما فيهم حارس المرمى سانشيز. فبدا يعمل ايه؟ بدا يلعب على الكرات الطويله، لان اهم ميزه ميزت باريس سان جيرمان طول الموسم واللي خلته طول الوقت بيقدر يكسب الفرق الكبيره دي، انه بيضغط من فوق، بيضغط من عند المرمى بتاع الفريق المنافس، لدرجه ان هم كانوا بيسنطروا الكرات ويلعبوها اوت عند خط المرمى بتاع الفريق المنافس. يعني الناس كلها لما بتسنتر في بدايه الشوط او في بدايه الماتش بياخدوا الكوره ويرجعوا بيها ويبداوا يطلعوا بيها بهجمه منظمه. هم ما كانوش بيعملوا كده، هم كانوا بياخدوا الكوره ويبصوها لبعض ويشوطوها في الاوت عند الجول المرمى التاني. بتاع ايوه بالظبط، عند الكورنر كده بتاعهم. فايه اللي يحصل؟ فيبدا الفريق يحاول يخرج بالكوره، فيطلعوا هم يضغطوا عليه عالي، يضغطوا من فوق خالص من اول خطوط الملعب، فيبدا يغلطوا الفرق اللي قدامهم، ويحصل ايه؟ يحصل ان هم يقطعوا الكرات في منطقه من مناطق الخطوره للفريق المنافس، ويكون عندهم فرصه واثنين وثلاثه انهم يخلصوا بهدف. فاللي حصل ان الفرق الكبيره كلها كانت بتتكسف تلعب على انها فريق صغير على الكرات الطويله، يقول لك لا انا شخصيتي ان انا اطلع بالكوره وابني هجمه من تحت وبتاع. فالضغط العالي بتاع تشيلسي مع معدلات الاعمار الصغيره مع الرغبه اللي عند عناصر الفريق ده، مع الحماس الكبير جدا اللي حطه لويس انريكي المدير الفني بتاعهم في قلب اللعيبه دي، خلت الفريق بيضغط بمنتهى الشراسه، وعنده اتنين تلاته لعيبه بيعرفوا يتصرفوا في الكرات وفي المناطق الضيقه وبيقدروا يسجلوا بشكل كبير جدا، وعشان كده قدروا يتغلبوا على كل الفرق. تشيلسي قدر يعمل حاجه الكل ما قدرش يعملها، ايه هي؟ انه اقتنع انه مش عيب ابقى الاندر دوج، يعني مش عيب ابقى الفريق صاحب الحظوظ القليله، وبيلعب كرات طويله وبيعتمد على السبق بين لعيبته ولاعيبه المنافس. في السوشيال ميديا كان في بوست كده انتشر جدا، ست بتسال ايه علاج الضغط العالي، فدخلوا الشباب يقولوا لها الكرات الطويله. يعني ايه؟ يعني هي بتسال على علاج الضغط العالي عشان الناس تقول لها نوع دواء، ناس تقول لها تشرب كركديه، اي حاجه. لكن الشباب اللي بيتفرجوا على الكوره الضغط العالي بالنسبه لهم يعني الضغط من قدام، في علاجه الكرات الطويله. فتشيلسي اقتنع انه يلعب الكرات الطويله، يلعب السهل، يلعب الحاجه اللي كل الناس عارفاها بس الفرق الكبيره بتتكسف تعملها. لعب الكرات الطويله في ظهر الباك ليفت بتاع باريس سان جيرمان، وعشان جواو بيدرو وبالمر وكذا لعيب عنده صراحه جدا، قدر يكسب من النقطه دي. الثلاث تجوان جم من الثغره دي. الكرة الأولانية اتلعبت في ظهر الباك ليفت وما قدرش يسيطر على الكرة ووقع، وخد الكرة جواو بيدرو وراح ووصل ولعب الكرة لبالمر وبالمر حطها. بالمر ممتاز في الإنهاء. الكرة الثانية نفس القصة، اتلعبت في ظهر الباك ليفت وبالمر خد الكرة ودخل جوه 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 وحطها. تيبيكال نفس الجون الأولاني. جونين بنفس المواصفات بتاعت اللعبة بنفس الطريقة، يعني فكره متدربين عليها ومقتنعين بيها، مش مجرد مدير فني عنده فكره وقال لهم انزلوا لعبوها، لا ده اقنعهم بيها وفهمها لهم، وهم امنوا ان هي دي مفتاح الفوز.
فعلشان امنوا بكده نفذوها بمنتهى البراعه وقدروا يفتحوا الباب وياخدوا كاس العالم للانديه. يعني الكرات الطويلة دي هي اللي كسبتهم؟ في الماتش ده طبعا هي اللي كسبتهم. علشان كده التكتيك بيقول ان انا اقرا المنافس ايا كان انا مين. انا باريس سان جيرمان كان لازم اذاكر تشيلسي كويس، مش هقول انا باريس سان جيرمان وكسبت ريال مدريد في الماتش اللي فات 4-0 وكسبت قبله بايرن ميونخ وكسبت قبله انتر وبرشلونه، انا هكسب باي شكل واي طريقه. ده غلط. انا لازم اذاكر. لويس انريكي الراجل اللي كلنا اشدنا بيه بانه قدر يخلق فريق مرعب من لعيبه اسمائها مش مرعبه، بعد ما تخلص من ميسي ونيمار وتخلص من لعيبه كبيره جدا، تخلص منهم علشان يبني فريق جيد بيذاكر وبينفذ الافكار صح. المشكله انه في الماتش ده المفتاح بايده لمدرب تشيلسي اللي بصراحه ذاكر واجتهد واقنع لعيبته ولعب على امكانيات لعيبته وفرقته وقدر يكسب باريس سان جيرمان في النهائي 3-0، ودي نتيجه مش سهله. فطالما الكرات الطويلة دي نفعتهم لما ذاكروا، ليه الفرق الكبيرة بتتكسف انها تلعب بيها؟ علشان الكرات الطويله معناها ان انا بلعب على اداء الفريق المنافس. ده معناه او الفرق الكبيره بتشوف ان ده معناه ان انا مش قادر افرض شخصيتي وطريقه لعبي على المنافس، ودي بتكون ما ترضيش غرورها. عشان كده الواقعيه وعدم الغرور واعطاء المنافس قيمته وقدره والاعتراف بامكانياته احد اهم اسباب الفوز، سواء بقى كنت فريق كبير او فريق صغير. ولو حد عنده اي اسئله تانية تخص المباراه ممكن يكتبها لنا في التعليقات ونعمل لها فيديو لوحدها. فهمتي بقى ليه الكوره اهم حاجه؟